السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا، وجيت عشان اكمل لكم رحلة عملية السياسي. طيب، في الفيديوهات اللي فاتت طبعا انا قلت لكم الفكرة بتاعت العملية جت منين، المعاناة بتاعت حياتي كلها، سبب ان انا قررت اعمل العملية، وقلت لكم على التحاليل بقى ان انا عملت كذا 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 كذا، وان انا خلاص دخلت العمليات. وقفنا على اللي تم بعد العملية. هنكمل بقى دلوقتي ايه اللي تم بعد لما روحت البيت بعد العملية. طبعا انا مروحة البيت، الكانولا في ايدي، متعلق لي بقى الجهاز اللي هو البي سي اي. خلاص انا خلاص بقى ست عاملة عملية وتعبان. طيب، ايه اللي هيتم دلوقتي؟ عصاير بدون سكر لمدة اسبوعين، حاضر. معاهم ممكن لبن خالي الدسم، حاضر. معاهم شوربة متصفية كويس بدون اي دهون، حاضر. طب مفيش اكل؟ لا مفيش اكل، خلاص نسيه، ماشي على الله. المهم بدأنا بقى رحلة أول أسبوعين بعد العملية. أول أسبوعين دول ممنوع فيهم أي أكل خالص، يدوب بس السوائل بس. والعلاجات بتتاخد بعد تالت يوم، يعني في علاجات معينة بس كده هي اللي بتتاخد من تاني يوم، من تالت يوم تقريبا، وباقي العلاجات بعد أسبوع. المهم استعنا بالله كده وقلنا يا هادي ويلا. بدأنا أول يوم تمام، عصير حلو. تاني يوم لا، انا بدأت اكرف بقى، انا مش عايزة عصير تاني. تالت يوم لا، انا مش عايزة عصير، خلاص كفاية. طب اشربي لبن، لا لا ماشي تمام انا بحب اللبن. طب اليوم اللي بعدها اشربي لبن، لا يا جماعة انا مش عايزة اشرب لبن، انا خلاص مش عايزة. طب اشربي شرب، ماشي. طب ايه، المهم بدأ القصة تتكرر بقى، ويوم بيجيب يوم ويوم بيجيب يوم. يا جماعة انا زهقت، انا لو اتعصرت كده هنزل سوائل بس، تعبت. وبعدين فكرة ان انت حد واخد على الاكل، فانت عايز تاكل، تمام. فاللي هو ايه بقى؟ شبعنا سوائل، مرحلة الاكل جاية امتى؟ ده معلش كده خلاص ينسيه. عايزة اكل لا مفيش اكل. معدتي يا جماعة بتتعصر، جعانة، قالك لا ده جوع وهمي، مفيش اكل. طب ولا لقمة؟ قالك ولا لقمة، لان طبعا لسه المعدة في مرحلة التعافي، فاي اكل هيدخلها في اول اسبوعين ده بيضر المعدة. ماشي، بتشوفوه يا جماعة، لو انتوا شايفين ان ما ينفعش اكل فخلاص حاضر مش هاكل. تيجي بقى تاخدي العلاج بالمية، المية تقيلة، ما انت لسه بقى عندك معدة جديدة كده، ولسه المعدة ما التقمتش، ولسه الدنيا على قدها. طيب ماشي. المهم ايه، لسه عندك شوية ألم. طيب الألم ده الدنيا ماشية شوية بالجهاز بتاع البي سي ايه، والدكتور الله يبارك له كان عامل لي زي حقنة كده فيها زي مركب مخدر، لو الدنيا زادت قوي في الألم باخد منهم سنتي، فده بيهون عليا كتير. فبصراحة قصة الألم كان مقدور عليها، يعني الله يبارك له ريحني كتير في قصة الألم. وكمان هو عنده متابعة مستمرة، اللي هو أي حاجة دكتور حصل عندي كذا، لا تمام خدي كذا، اوقفي كذا، اعملي كذا، تمام. انا زهقت من الدرنقه، ماشيه وفي خرطوم نازل من جنبي، فانا زهقت. يا دكتور ما ينفعش تشيليها دلوقتي، مش قبل يومين ثلاثه. طب انا عايزه اشيلها بقى، انا زهقت. قالك لا، لازم الدرنقه دي بتفضل موجوده، عشان دي عينينا جوه الجسم بتاع المريض، بنشوف الدنيا جوه تمام ولا لا، وكل يوم بنصور الدرنقه ونبعتها له عشان يتاكد من نسبه الدم وان الدنيا كده تمام ولا لا، شغلهم يعني. تمام. المهم عدى اليومين او 3 مش فاكره قوي، وخلاص هنشيل الدرنقه. اللي هو يا جماعه ايه ده، هزرغط من الفرحه هشيل الدرنقه، تمام. شلت الدرنقه. عقبال ما اشيل الكانونه اللي في ايدي دي، عشان انا ايدي وجعتني، الكانونه سربت وباظت وركبت واحده غير، مش مشكله، بس المهم ان هي بتخفف عني الالم. طب انا برضو بدات اجوع، بعت للدكتور يا دكتور انا جعانه، قال لي ممنوع اكل. دكتور انا مصاريني بتشتكي. قالك لا ممنوع الاكل، عشان ده غلط جدا وخطر جدا عليكي لو كلتي دلوقتي، عشان المعده ما يحصلش فيها تسريب. لا معلش كله الا تسريب المعده، حاضر يا دكتور مش هناكل. عدينا الاسبوعين كلهم عباره عن عصير بيور،
لبن دايت، شوربه خاليه الدسم فقط لا غير، طبعا مع الميه اللي بيبقى طعمها جميل المتعبه دي. والحمد لله عدينا الاسبوعين على خير وبدأنا مرحله الاكل. هناكل يا فرحه قلبي اللي هو حاسه ان الاكل وحشني. هاكل. طبعا مش تفاصيل يا جماعه، بس انت حد بتاكل فجاه حد ما بتاكلش خالص، عايش على الميه بس. فاللي هو ايه ده، هاكل. من فرحتي بقيت حاسه ان انا خايفه. هتقولي لي خايفه ليه دلوقتي بقى؟ ما انت كده هتاكلي وهتعملي انت عاوزاه. خايفه لما اجي اكل كتير فبوظ العمليه. ما هو انا برضو دماغي لسه ما ظبطتش ان انا مش هقدر اكل اصلا. انا كل ده لسه معرفش جوه فيه ايه. اللي ما يعرفش اصلا عمليه الساسي، انا المفروض ان انا معمول قص للمعده، زائد في جزء من الامعاء معمول له تحويله كده. يعني انا عندي حاليا مخرجين للاكل، المخرج الطبيعي اللي هو اللي ربنا خلقنا بيه، زائد التحويله الجديده اللي هم عملوها دي. تمام. فانا معرفش بقى الدنيا هتمشي ازاي جوه بطني. انا كل ده متخيله ان انا من كتر الجوع اللي انا حاسه بيه، ان انا لو حطوا قدامي خروف هاكله. ايوه هاكله. ما تحاولوش انا واحده جعانه، انا بقالي اسبوعين ما اكلتش. اسبوعين ما اكلتش، غير بقى اليوم اللي قبلهم كمان اللي هو اليوم العمليه، غير ان انا منع اكل قبلها بيوم. لا سيبوني بقى، هاتولي اكل وملكوش دعوه. بدأنا اكل. اول يوم بدأت تقريبا ببطاطس مهروسه، واول لما اتحط الاكل قدامي ايه اللي حصل؟ ده اللي هقولكوا عليه في الفيديو الجاي. ايوه، الفيديو الجاي هقول لكم بقى اللي تم في الاسبوع الثالث والرابع. واول لما نبدا الفيديو الجاي هقول لكم الميزان بتاع اول اسبوعين كان عامل ازاي، لان انا طبعا بعد ما خلصت الاسبوعين بتوع السوائل الاولانيين دول قلت اوزن عشان اعرف الاستجابه الاولى كانت عامله ازاي، واقول لكم احساسي ايه بعد اول ميزان وايه اللي تم معايا، كنت فرحانه كنت زعلانه عملت ايه بعدها. ده اللي هتعرفوه في الفيديو الجاي، هتستنوني. وطبعا لو وصلنا لحد دلوقتي عارفين هنعمل ايه؟ لايك، شير، سبسكرايب، وكومنت حلو. ولو حد عنده اي استفسار عن اي حاجه هيكتب لي في الكومنتات تحت وانا هرد عليكم. وما تنسوش تدعموني دايما ونكبر القناه مع بعض. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا له شير عشان حد يستفيد معاكم. هستناكم وانتوا كمان هتستنوني. باي باي.